لم تكن تمر ساعات على دخول الفنانة لقاء سويدان المستشفى لإجراء جراحة عاجلة حتى توالت الأنباء عن دخول الفنانين الشابين محمد مهران وحسام داغر المستشفى أيضا، حيث تعرض محمد مهران لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وخضع لجراحة عاجلة، فيما أعلن حسام داغر إصابته بوعكة صحية استوجبت دخوله العناية المركزة. وأكد مصدر مقرب من محمد مهران إنه خرج من غرفة العمليات بصحة جيدة، وإنه سيمكث في المستشفى بضعة أيام للتأكد من تعافيه. فيما كشف حسام داغر من خلال حسابه إنه يمر بوعكة صحية، وطالب جمهوره بالدعاء لكل مريض بالشفاء. يمر بوعكة صحية، صدقوني الإنسان ضعيف أوي تجاه أي حاجة. تعالوا ندعو كلنا لكل مريض بالشفاء، إن ربنا يرفع الابتلاء ويهونه على الجميع. شكرا يا رب على كل حاجة. نقل من زقاليل الفنان أحمد هاني لمستشفى الجزيرة إثر حادث سير عنيف تعرض له اليوم. كشف شريف أحمد صديق الفنان إنه تم احتجازه بالعناية المركزة عقب وصوله للمستشفى، وينتظر حاليا تجهيز غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة له. الفنان أحمد هاني هو فنان مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل. من أشهر أعماله مسلسل ريا وسكينة، حيث قدم دور ضابط الاسم. قدم خلال مسيرته عدة أعمال، منها في يوم وليلة، بخط الإيد، شديد الخطورة، أفراح إبليس، طلقة حظ، المغني، جريمة شغف، سقوط حر، الخلبوس، ومسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش مع الفنانة الكبيرة يسرا.